عمرك سألت نفسك إيه اللي بيخلي الكمبيوتر يشتغل وكل المكونات جواه، المعالج، كارت الشاشة والهارد، كلها تشتغل بانسجام؟ السر فيه الباور سبلاي. يلا بينا نكتشف أهميته. بس قبل ما نبدأ، أنا مصطفى ودي قناة تعلم بترفيه، أول قناة في الوطن العربي هدفها تخليك تفهم المعلومة مش تحفظها. يلا بينا نبدأ. تخيل معايا، الباور سبلاي هو قلب الكمبيوتر. زي ما القلب بيوزع الدم، هو بيوزع الكهرباء بعناية لكل جزء: المعالج، كارت الشاشة، الهارد، وحتى المراوح. من غيره الكمبيوتر مجرد هيكل ميت. والأجمل إنه مش بيضخ كهرباء وخلاص، ده بيحول كهرباء البيت 220 فولت لتيار منظم وآمن، وكل جزء بياخد على قد احتياجه علشان يشتغل بكفاءة. طيب، الباور سبلاي ده بيتصنع من إيه؟ باختصار كده، الباور سبلاي بيتكون من مكونات أساسية زي المكثفات capacitors، والملفات coils، والترانزستورات transistors، بالإضافة للمراوح اللي بتساعد في التبريد. جودة المكونات دي هي اللي بتحدد عمر الباور سبلاي وكفاءته، وعشان كده الشركات الكبيرة بتركز على استخدام قطع أصلية بجودة عالية. وعلشان تختار باور سبلاي مناسب، لو جهازك بسيط 400 أو 500 واط كفاية. لو جهازك قوي بكارت شاشة ومعالج حديث، 600 أو 700 واط من شركة موثوقة. وخلي بالك من الكفاءة، هتلاقي شهادات زي 80 بلس برونز، سيلفر، جولد، بلاتينم. كل ما الكفاءة أعلى، الباور بيهدر كهرباء أقل، والجهاز يشتغل أهدى وأطول. لكن خد بالك، الأرقام على الورق مش دايما حقيقة. عشان كده لازم تختار من شركات معروفة وموثوق فيها. يعني زي ما القلب مسؤول عن حياتنا، الباور سبلاي مسؤول عن حياة جهازك. ولو في حاجة نفسك تتعلمها، اكتبها لنا في التعليقات. ولو عجبك الفيديو، ما تنساش تتابع قناة تعلم بترفيه. هدفنا انك تفهم مش تحفظ.